ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ اقول لكم ايه؟ صباح الخير. الساعه 12، الساعه دلوقتي 12. اقول لكم صباح الخير ولا اقول لكم مساء الخير؟ الناس اللي صاحيه بدري هقول لها صباح الخير، والناس اللي صاحيه بتصحى متاخر هقول لها مساء الخير، وحسب ما انتوا تتفرجوا على الفيديو. عايزه اقول لكم انا نازله دلوقتي اجيب ابني من المدرسه، هو المفروض بيخلص الساعة 11 ونص، بس عنده مجموعة بعد المدرسة فهخلص على 12 ونص، واحدة إلا. بس أنا إيه نزله بدري شوية علشان عشان لما بيلاقي الأمهات جاية بتاخد عياله وهو لسه ما محدش خده بيزعل يعني وبيعيط وكده. هروح أجيبه. خليكم معايا اصور معاكم بقيه الفيديو. عايزه اقول لكم اقسم بالله انا مخليه المطبخ ده قبل ما انام قشطه قشطه، ولا طبق ولا كوبايه ولا معلقه ولا اي حاجه، مخليه المواعين والدنيا زي الفل. عايزه اقول لكم لو صورت لكم المنظر هتقولوا لي ده من ايه؟ اللي قام عمل كوبايه شاي، واللي قام عمل له كوبايه بليله، واللي عمل له بتاع دوت اللي هو العيش الكريب بالشوكولاته. كل واحد بس يفطروا بس كده بهدلوا لي الدنيا وقلبوا لي الدنيا من حواليا. ف فالله المستعان يعني. هاجي اظبط الدنيا. هتقولي هتعملي اكل ايه النهارده؟ عايزه اقول لكم ان انتوا عارفين كنت قايله لكم امبارح في البث اني معدتي وجعاني جدا، بطني وجعاني جدا، فطبعا منع الاكل وكده هو. فقلت ان انا فانا عامله شوربه خضار، مش هاكل الا شوربه خضار، يعني انا هقعد كده يومين ثلاثه اكل شوربه خضار. وعايزه اقول لكم امبارح طول اليوم لما اكلت شوربه خضار وما اكلتش مسبك طبيخ اي نوع اكل تاني، عايزه اقول لكم اقسم بالله معدتي بطني كانت مرتاحه، يعني كنت مرتاحه وحاسه بفرق جامد قوي. فعرفت ان القولون عندي كان تعبان بسبب الاكل، يعني بسبب ان انا بقعد اكل بومبار، اكل حواوشي، اكل معرفش بانيه، باكل زيوت، باكل مسبك، فده مبهدل لي الدنيا. وامبارح طلبت لهم كشري، يعني انا عملت شوربه خضار، كلت انا شوربه خضار وعجبت لهم هم كشري. النهارده كنت عايزه اعمل لهم اكل بس هم كلهم عايزين همبرجر، فالنهارده عشان الخميس وكده هو وهيجوا بدري وهيبقوا قاعدين معايا طول اليوم فمش عايزه ازعلهم، فقلت لهم خلاص ماشي، فهجيب لهم همبرجر لما انزل دلوقتي وكايزر وكاتشب ومايونيز وطماطم كدهوت وخيار، بيحبوا الطماطم والخيار عليه وكابوتشا و... وانا برضو مش هاكل الاكل ده وهاكل مش عارفه، قولوا لي الاضاءه حلوه ولا لا، اكتبوا لي يا جماعه الاضاءه حلوه ولا مش حلوه، مش عارفه، يعني بحس ان الاضاءه مش حلوه. المهم ف فهجيب لهم هم همبرجر واعمل لهم سندوتشات وال لا ده انا وجعت و... وهعمل لي انا وهسخن انا شوربه خضار واكل شوربه خضار بس. فهروح اجيب الحاجه واجيلكوا واقول لكم عملت ايه. اديني لسه طالعه من تحت، اكيد شفتوا شكلي وانا نازله غير وانا طالعه خالص، ملوش اي علاقه. بقول لكم ايه، انا لسه جايبه ستاند للتليفون جديد، بس حاسه ان هو مخلي التليفون مايل كده شويه، بس بالله عليكم ما تكذبوا لما تشوفوا الفيديو قولوا لي حاسين ان انك مايله كده شويه ولا ملوش علاقه، التصوير مايل ولا مظبوط؟ بيكتبوا لي وقولوا لي. لسه طالعه قلت لكم هجيب كايزر. عايزه اقول لكم الكايزر ده كان لسه طالع من الفرن. جبت كايزر الواحد ب2 جنيه، جبت 15 ب30 جنيه ماشي. وجبت ايه تاني؟ وجبت همبرجر والله العظيم انا عندي كنت جبت لحمه وعملت فته ولا عملت شويه خضار احسن لي من اللي انا جبته ده. جبت همبرجر اهو. عايزه اقول لكم الكيس دوت 20 قطعه ب175 جنيه، فعايزه اقول لكم الاكله كلفتني بتاع 250 جنيه مثلا ماشي. وجبت ايه تاني؟ وجبت خيار الكيلو ب15 جنيه، كيلو الخيار ب15 جنيه
جبت كيلو عشان هما بيحبوا يقطعوه مع بيحبوا يقطعوه مع السندوتشات في قلب السندوتشات. ماشي. والطماطم الكيلو ب20 جنيه. جبت نص كيلو بس ب10 جنيه. ان انتوا عارفين ان انا عندي صلصه وكده، بس عايزاها تقطيع جنب بس جنب بس الخيار وجنب الاكله. جبت نص كيلو ب10 جنيه. ماشي. ماشي. وجبت صابون، ما كانش عندي صابون. ده يا جماعه صابون سائل من السرجه ايه. صابون سائل من البتاع دوت، من الصبانه. جبت صابون سائل في الصبانه عادي. ماشي. عايزه بقى اقول لكم على حاجه بس محدش يتريق عليا. واحد بتاع بلاستيكات واقف بيبيع اي حاجه ب10 جنيه. انا اسكت؟ انا ما اسكتش. انا بعشق ايه؟ العروض، اعشق الخصم، اعشق ابو عشرات دوت. جبت فرشه بتاع ده سجاجيد، علشان انا اصلا لما جيت من الشقه التانية سبت بتاعتي في البيت، فروحت جبت واحده. عايزه ايه؟ خدي. وجبت علب. بس على فكره علب تلاجة حلوه، يعني محدش يقول لي وحشه، لا حلوه. بصوا، علب تلاجة. عايزه اقول لكم العلبه دي كده ب10 جنيه. انا عارفه بقى حد بقى يقعد يقول لي بس دي مش صحيه، دي مش عارفه ايه. استنى اشوف بس الرقم كام ده. مش صحيه، مش حلوه، مش عارفه ايه. لا حلوه، حلوه والله. يعني صحيه ولا مش صحيه؟ هو ايه في حياتنا صحي اصلا؟ ده بيقولك الميه نفسها مش صحيه. اكبر مخ. المهم يعني انا جبتهم خلاص عشان ينفعوني انا اصلا. بصوا، اي حاجه تخص المطبخ، اي حاجه بلاستيكات، انا من النوع بعشق البلاستيك. بصوا الواحده ب10 والله العظيم حلوه. ماشي اهي. جبت تلاتة دول ب30 جنيه. بصوا، التلاتة دول ب30 جنيه حلوين. عايزه اقول لكم ان البتاع دوت الفرشه دي كنت لسه غاسله السجاجيد. لسه لما السجاجيد كلها وغسلتها، عشان المغسله اللي عندنا هنا كانت بتغسل السجاجيد ووقفت غسيل السجاجيد. دلوقتي بتغسل البطاطين، الحافظات، الحاجات اللي تخص الغسالات. لكن السجاجيد بطلت تغسل سجاجيد، وانا بصراحه ما بغسلش عند حد الا هي، عشان مره جربت مغسله بره وجابت لي السجاجيد زي الزفت. اقسم بالله يعني كانوا رايحين نضاف جم وسخين، يعني جم متوسخين. فبعت بنتي جابت واحده، جابت فرشه والله العظيم رفيعه ومعفنه، وعلتني عقبال ما غسلت السجاد ب25 جنيه، ودي ب10 جنيه. فقلت مش هتخسر. فجبتها وجبت الهمبرجر دوت اللي قلت لكم عليه. بس هعمل لهم بقى كايزر، هعمل لهم همبرجر كده في كايزر. وعندي شويه بطاطس مقشرهم مقطعهم في الميه من التلاجة من امبارح، هطلعهم احمرهم جنب الاكل. وانا عندي شوربه الخضار بتاعتي هخلص برضو. هعمل يعني هاكل انا شوربه خضار واعمل لهم هم الهمبرجر. وده كان فيديو النهارده، فيديو صغنوطي خالص. كنت نفسي اصور لكم تحت بس ما عرفتش. انا مش عارفه الناس اللي بتعمل فيديوهات وبتعرف تصور تحت 24 ساعه في الشارع. انا اتكسف ارفع الكاميرا كده والناس ماشيه او حد واقف ولا، يعني لا ما بعرفش اعمل كده خالص. فما عرفتش اعمل لكم كده. فده كان فيديو النهارده. ما عملتيش لايك اعملي لايك، ما عملتيش اشتراك اعملي اشتراك، واشوف وشكم على خير.